صديقي اللي هتشتري ماس جينر، استنى ما تشتريش غير لما تتفرج على الفيديو ده. النهارده هنتكلم عن فخ المكملات الماس جينر، حقيقته هتصدمك. السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الماس جينر بالتفصيل، وهجاوبك على كل التساؤلات اللي في دماغك. هل المكمل الماس جينر هيطلع لي دهون وكرش؟ هل اصلا يستاهل ان انا ادفع فيه فلوس ولا هو مش قيمه مقابل سعر؟ طب اشتري نوع ايه؟ طب هل الارقام اصلا اللي موجوده على العبوات حقيقيه ولا مجرد كلام وخلاص؟ كل المعلومات دي هنعرفها في الفيديو ده مع بعض ان شاء الله. خليني في البدايه اعرفك اصلا ايه هو الماس جينر. الماس جينر عباره عن ميكس بين كذا منتج في بعض عشان يطلع لك بالماس جينر ده. غالبا اكتر منتجين اساسيين فيه الواي بروتين والكربوهيدرات، الاثنين دول مع بعض، وفي شركات بتضيف حاجات اضافيه زي ان هي تضيف كرياتين وخلافه. يعني خليني باختصار اقول لك ان جرعه الماس جينر دي عباره عن وجبه تقدر تشربها في دقيقه واحده خلال يومك. طب هل الماس جينر اصلا مفيد ولا لا؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده لازم انا اسالك عده اسئله. انت هدفك ايه؟ تضخيم ولا تنشيف؟ طبيعه جسمك ايه؟ هل انت هارد جينر مهما تاكل مش بيبان عليك الاكل، ولا انت بتتخن بسرعه؟ في عندك امراض معينه زي السكر مثلا لا قدر الله؟ النقط دي مهمه جدا وهي اللي بتحدد اذا كان الماس جينر مهم ليك او لا. الماس جينر ينفع لواحد رفيع وعايز يزيد، ينفع لواحد مش قادر يدخل وجبات كتير خلال اليوم، وتنفع لشخص مهما بياكل ما بيبانش عليه، وهنا لازم تدخل كميه وجبات اكتر، فبتستعين بالماس جينر لانه بيكون الموضوع ابسط بكتير. وخليني برضو اقول لك امتى الماس جينر مش هينفعك لو انت وزنك زياده. لو انت تخين بلاش ماس جينر. لو انت لسه مبتدئ وما تعرفش طبيعه جسمك برضو بلاش ماس جينر. لو انت عندك مرض السكر فبلاش ماس جينر او مكملات الكارب بشكل عام، لان هترفع لك مستوى سكر الدم وده هيعمل لك مشاكل كتير. طب يا كوتش، الماس جينر ده بيزود دهون ولا عضلات ولا الاتنين مع بعض ولا ايه دنيته؟ خليني الخص عليك واختصرها لك وابسطها لك. قبل ما تاخد اي مكمل لازم تكون عارف جسمك بيستهلك سعرات قد ايه، ودي بسهوله جدا تعرفها حتى من خلال شات جي بي تي. تقدر تبلغه ان طولك قد كده ووزنك قد كده وسنك والنشاط البدني بتاعك، هيقول لك سعرات الثبات بتاعتك رقم معين وليكن 2500 سعر حراري. اذا لو انا باكل اصلا اكتر من 2500 سعر حراري وعليهم وجبه الماس جينر في الغالب هتزيد دهون. اما لو انت عامل زياده بسيطه جدا في السعرات الحراريه بتاعتك وحاسب الماس جينر من ضمن المعادله بتاعتك، فانت كده ماشي صح، وان شاء الله هتزيد اقل قدر ممكن من الدهون واعلى قدر ممكن من العضلات. طيب نيجي لسؤال شائك شويه. هل الارقام المكتوبه على الماس جينر صحيحه ولا مبالغ فيها؟ السؤال ده هيزعل مني ناس كتير، بس يلا كله فداكم. بصراحه في السوق المصري معظم الماس جينر اللي فيه بتكون الارقام المكتوبه مبالغ فيها حبتين، وكمان اغلب الشركات الا من رحم ربي بيستخدم خامات رديئه جدا سواء في الكرب او في البروتين. بيجيبوا اقل انواع من البروتين او اقل انواع من الكربوهيدرات. وخد المفاجاه، في ناس ما بتحطش بروتين اصلا وبيدي لك مكمل كرب وكرب رديء كمان. طب يا كابتن انت كده قلقتني، انا استخدم مكمل الماس جينر ازاي او اختاره بعنايه ازاي؟ خليني ابسطها لك واقول لك. اي شركه تختارها لازم يتوفر فيها شروط معينه. اولا سمعه الشركه ذات نفسها تكون شركه معروفه، مش شركه لسه طالعه بقالها يومين ولا شركه تحت السلم. ثانيا تراخيص الشركه دي اخبارها ايه، والمصنع اللي بتعبي فيه وايت ليست ولا لا، وده تقدر تساله للشركه ذات نفسها. تبعت لهم يا جماعه انا عايز اعرف انتوا مرخصين من هيئه سلامه الغذاء ولا لا، وبتعبوا في انهي مصنع، والمصنع ده وايت ليست ولا لا. دي هتخليك في الامان جدا. الحاجه الثالثه ودي قاعده انا حاططها لكل المكملات، في المكملات بلاش يكون معيارك هو السعر. بلاش يكون معيارك هو السعر. لو لقيت ماس جينر ب 500 جنيه ده مش ماس جينر خالص. لو لقيت حاجه ب 600 700 جنيه نفس الكلام. مفيش يا جماعه بروتين وعليه كربوهيدرات وعليه باكينج وجايلك في كرتونه وكل الكلام ده بالسعر ده. فخليك منطقي شويه وانت بتختار النوع بتاعك. الحاجه الرابعه المكان اللي بتشتري منه لازم يكون مكان ثقه بيبيع حاجات موثوق فيها، مش همه ان هو ياخد الفلوس اللي في جيبك وخلاص. ولو عايز تسالني على نوع معين سيبولي في كومنت وانا هقول لك رايي فيه.
طيب انت كده عرفت امتى تشتري ماس جينر وامتى ما تشتروش، وعرفت ازاي تفرق بين الشركات اللي اقدر اشتري منها واللي ما اقدرش اشتري منها. تعالى بقى اقول لك ازاي تستخدم الماس جينر بشكل صحيح. الماس جينر قبل ما اقول لك جرعته، في فرق بين الجرعه والمكيال. الناس للاسف بتدمج بين الاثنين. قد تكون الجرعه الواحده عباره عن 2 مكيال 3 مكيال لحد 6 مكيال، في شركات بتعمل كده. فلازم تقرا الليبل كويس جدا اللي على العلبه من ورا، وتشوف السيرف الواحد فيه كام مكيال. افضل اوقات تستخدم فيها الماس جينر انا بفضل وقتين: بعد التمرين واول ما تصحى من النوم. بعد التمرين لان جسمك بيكون متعطش للعناصر الغذائيه زي البروتين والكربوهيدرات وكل الكلام ده. وبرضو اول ما تصحى من النوم، اول ما تصحى من النوم انت جسمك بقاله 8 ساعات ما بيدخلش اي حاجه، فبيكون محتاج كميه كويسه من البروتين او وجبه مثاليه وكمان سهله الهضم. بعض الناس معدتها بتكون حساسه وما بتقدرش تستخدم الماس جينر على الريق، او ان هو مثلا بيحس بقلبان شويه في معدته. هنا انت ممكن تعمل حاجه كويسه جدا، تصغر الجرعه. يعني انت مثلا لو الجرعه 2 سكوب، السكوب الواحد خده على مرتين، يعني تقدر تاخدها على مدار 4 مرات في خلال اليوم، وتاخده بعد وجبه، ما تاخدوش على معده فاضيه. كل الكلام ده هيقلل من وجع وكركبه البطن اللي بتحصل من الماس جينر ده ان حصلت لك. بس يا صديقي انا كده قلت لك كل حاجه تخص الماس جينر. طب هل هو منتج حلو ويستحق الشراء؟ السؤال ده تساله لنفسك انت بعد ما عرفت ازاي تحدد هل هو مناسب ليك ولا لا. عندك اي سؤال عن الماس جينر سيبهولي في كومنت، او عن المكملات بشكل عام. ما تنساش تكون متابعنا وتعمل لايك الجميل وتدعمنا. الفيديو اللي جاي اجمد بكتير ان شاء الله. وبس كده، سلام عليكم.